كيفاش يولي دمك بارد وما كتزعزعيش؟ في هاد الحياة كاينين بزاف ديال الناس توكسيك اللي كيبغيو يزعزعوا الاستقرار النفسي ديالك، غيبغيو يمرضوك ويقلقوا راحتك، وماشي بالضروره تكوني درتي ليهم شي حاجه. مهم كيبغيو يحطوك في مواقف صعيبه ويستفزوك، حيتاش كيستلذوا هما كيشوفوك معصبه وغاديه تحماقي. داكشي باش جبت لك اليوم احسن درس، الا مشيتي حتى طبقتيه غتولي تتعاملي ببروده ورزانه واعصابك غيوليو في الثلاجه. ديك الساعه العافيه غتشعل فيهم هما ماشي فيك انتي. تبعي معايا الفيديو حتى الاخير، وضروري ما ديري ليا دابا واحد لايك وابوني لاشين ديالي باش فين ما نلف شي فيديو يطلع لك انتي الاولى. يلا نبداو. اول حاجه خاصك تعلمي تنفسي بعمق ملي كتواجهي شي موقف كيستفزك. اغلبيه ديال البنات مجرد ما كتقول لها شي بنت شي حاجه اللي ما كتعجبهاش كتنوض حتى هي كتراد معاها ولا كتبدا تجاوب معاها، وهكا كيدخلوا في واحد النقاش اللي كتخرج فيه هي خاسره وكتحس براسها تستفزات بزاف. داكشي باش من الاحسن تنفسي مزيان وترتاحي. هاد التقنيه كتعاونك تهدني وتعرف وتفكري قبل ما تردي. ما عمرك تجاوبي وتردي في الهضره، خاصك تبقاي ساكته وكتشوفي بنظره هاديه في الشخص اللي كيستفزك، هكا كيحس بك قويه وكيتخلع منك. ثاني حاجه، قراي على راسك شويه. ماشي اي وحده قالت لك انت شخصيتك ضعيفه غادي تيقيها، ولا شي بنت ما لقات ما يدار قالت لك انت خايبه ولا انت رقيقه ولا انت غليظه غادي تخليك تشكي في راسك. اول حل هو تعرفي راسك مزيان شكون انت، باش تبني واحد القوقعه كتحميك من هضره الناس وما كتقيسكش اصلا باش تعصبك. هادشي داخل في الثقه بالنفس اللي قريب غندير عليها فيديو. الا كنتي مهتمه اعطيني رايك في لي كومونتير. ثالث حاجه، ما تبقيش تناقشي مع الناس وتحاولي تثبتي العكس. مثلا قالت لك شي وحده انت راكي ما كتعرفيش تهضري، ما تقوليش ليها انا احسن منك ولا تبداي تحاولي تبيني العكس، حيت غير كتصغري في راسك قدامها. حاولي ما تشوفيش فيها كاع. انا نعطيك واحد المثال باش تفهميني شنو بغيت نقصد. مثلا كنتي انت وجوج صحابات، وحده في صحاباتك عندك معاها مشكل، قالت لك مثلا انت راكي كاع ما كتعرفي تهضري. عوض ما غادي تردي عليها غادي تسولي صاحبتك الاخرى اللي ما قالت لك حتى شي حاجه، غادي تطرحي عليها شي سؤال خارج الموضوع اللي كتهضر عليه البنت الاخرى، غادي تخليها مقموعه. مني هي غادي تبغي تمرضك انت اللي غادي تبقي مرضتيها. وهاد الطريقه راه زوينه بزاف، غادي تعاونك لواحد الدرجه ما تخيليهاش. التجاهل مهم بزاف وكيخليك تربحي الحرب. رابع حاجه، ما تبقيش تدخلي راسك في النقاشات اللي ما غادي تجيب لك حتى شي فائده. الا شفت شي واحد كيحاول يعصبني ولا كيستفزني ما غاديش نعطيه قيمه اصلا باش ندخل معاه في نقاش. يعني ديما حاولي تبعدي راسك من الناس الفارغين اللي ما غادي يزيدوك حتى شي قيمه. واخر نصيحه، تهلاي في راسك وما تخليش البنادم منين يشدك. كوني ديما نقيه مهليه في راسك، حيت الا تقتي انتي في راسك اوتوماتيكمون غتفهمي هضرتها على انها استفزاز. اما لما كنتيش ثقه في راسك وما عجبكش راسك غتقولي راهي عندها الصح، ويمكن كاع تحرجي وتبان عليك. نصيحه اخيره، الا كان شي واحد موالف كيبغي يعصبك من تحت الدف، يعني كيغشي لك الهضره غير بالضحك، قوه الشخصيه انك ما تضحكيش ليه. كاينين بعض البنات مثلا شي وحده كتبغي تستفزها، هي راه عاقت بها انها بغات تستفزها وبغات تعصبها او لا، يعني بغات تنقص منها، ولكن كتضحك وما عندهاش مشكل وكتكمل. الغلط اللي كديريه هنايا هو انك كتعاملي على ان داكشي اللي قالت لك عادي وكتخليها تزيد تجرأ مره اخرى. الحل هو تبيني على قوه الشخصيه ديالك، ما تضحكيش ليها وشوفي ليها في عينيها وقولي ليها انا ما كنتقبلش بحال هذا النوع ديال الهضره، عافاك المره الجايه ما تكرريهاش وحرجيها قدام الناس. بهذه الطريقه كترسمي الناس واحد الحدود باش يحترموك، يعني كتحترمك هي وكيحترموك حتى الناس الاخرين الا فكروا يزعموا عليك بحالها. حاولي ما امكن تبعدي على بحال هاد المسائل اللي غادي اصلا تعصبك. كنتمنى ان كاع هاد النصائح اللي قلت لك ديري بهم، حيت الا درتي بهم غتولي عندك واحد قوه الشخصيه اللي غتعاونك في حياتك بزاف. بهاد الخطوات غادي يولي دمك بارد وما غتخليش حتى واحد يعصبك ولا يستفزك. جربيهم وشاركيني التجارب ديالك في التعليقات. ما تنسايش ديري ليا لايك للفيديو وتشتركي في القناه ديالنا
باش نوصلوا لاكبر عدد ديال الناس. تهلاو فراسكم وبسلامه.